كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. غاندي. ذاكرتنا البشرية اليوم مثقلة بالكثير من الصور المؤلمة من حروب ومجازر ارتكبها الإنسان في حق الإنسان. مجرد تخطينا لتاريخنا البشري والدموي وأحقاد آبائنا وأجدادنا هو بحد ذاته عمل نبيل، وبمجرد تنظيف أفكارنا ومشاعرنا من هذا التاريخ المظلم هو بحد ذاته رسالة إنسانية. لأنه في بحثنا عن صيغتنا الاجتماعية وطبيعتنا الذاتية يجب علينا أن نجرب كل الاحتمالات للانتصار على هذا العدوان على البشرية بأدوات جديدة وتدابير عقلية إنسانية، وأهمها التسامح اللي بعتبره نوع من المقاومة الفعالة لبشاعة هذا العالم. علينا أن نفهم التسامح والصفح كما فهمته هانا أرندت كفعل منقذ للإنسان من نشاط أفعاله، وأفق بيفتح له باب للمستقبل بالتحرر من تبعات أفعاله ومن التخلص من ثقلها على كتفه. هل عندك المقدرة أنك تحمل كل أخطائك لولا هذا المحو الذي يأتي عن طريق الصفح والتسامح؟ الشر هو فعل إنساني ولا يخرج عن العالم الإنساني، فهو يصدر عن الإنسان ويقع على الإنسان، وهو بكل تمظهراته فعل وقرار بشري، والقضاء عليه هو بفعل وقرار إنساني. جنوب إفريقيا لم تخرج من دائرة العنف والصراعات الأهلية إلا بفضل سياسة التسامح والغفران اللي انتهجها مانديلا. التسامح هو مهارة، وسيلة للحفاظ على ما لديك من إنسانية وكرم وصحة عقل. الخريطة اللي بترسم لك مستقبل واضح غير مشوش هو المفتاح لصناعة فن حقيقي ومفتاح العثور على أي مظهر من مظاهر السعادة اللي أنت بتبحث عنها. وأنت ممسك بالريشة أو بآلة موسيقية أو قلم لن يخرج من داخلك فن راقي ونقي وداخلك مليء بالكره والغضب أو التفكير بالانتقام. التسامح هو إعادة تخيل وتصور وإعادة افتراض لأنفسنا تحت ضوء الرشد العقلي، وإعادة تصور الماضي تحت ضوء هويتنا الجديدة، هوية المتسامح اللي سمح لنفسه إنه يكبر ويتطور من قصص أكبر من القصص اللي أوجعتنا وأثكلتنا وأرهقتنا. هذه هي هوية المتسامح الشجاع اللي رفض إنه يفصل ويعزل القوى المتحركة الثلاثة اللي بتشكل هويته، ما حدث وما يحدث الآن وما سيحدث غدا. التسامح قد يعرضنا للخطر أحيانا، ولكن هذه المخاطرة هي من أجل الحصول على صورة أكبر وأفق أوسع، ولتجسيد خارجي قوي وسخي لمزايانا الإنسانية الداخلية. التسامح تصعد به إلى طور أعلى ومستوى أعلى، ترى من هناك أشياء وطرق جديدة لحياتك بوضوح أكثر. هو انفتاح على فرص جديدة وتدفق للحياة والخير اللي راح هو يبحث عنك ويعثر عليك وانت بهذه الحالة الذهنية من السلام والحرية. أجمل ما في التصالح والتسامح هو أنه بيحرر الصافح والمصفوح عنه. إذا ما عندك مقدرة على المغفرة، هذا يعني أنه جزء من طاقتك الداخلية عالق بالغضب والاستياء والألم والمعاناة. هذا يعني أنك تريد إغراق السفينة التي لم تستطيع الركوب فيها. هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتبلش تقدر تحس بتغيرات عميقة بسبب التسامح، وقوة هذه الخطوات تكمن ببساطتها مهما كان كبر القضية أو صغرها. أولا، حدد مين بدك تسامح وليش، وبعدها افهم شعورك بكل صدق وما تحاول تكون لطيف بمشاعرك أو كيف لازم تكون مشاعرك نحو هذا الشخص، ولكن عبر عن استعدادك على الأقل أن تكون منفتح على إمكانية التخلي عن تلك المشاعر المشحونة بالغضب والاستياء. الخطوة القادمة أنك تتذكر الفوائد اللي رح تحصل عليها من هذا التسامح، وستبدأ ولو بالتدريج أنك تشعر عكس ما كنت تشعر به بالخطوة السابقة. الغضب سيصبح سلام، الثقل رح يتحول إلى خفة، وأخيرا أنك تلتزم بهذا التسامح وتمنع كل الأسباب اللي خلقت الخلاف الأساسي أنه يرجع ويسيطر وينتصر على مكانة الضمير اللي في داخلك. الصمت عن الكلام والأفكار التي قد تؤدي إلى حلول سلمية وإلى تسامح وغفران هو الصمت عن رؤية الحياة، هو الجبن بذاته وانتحار وإغلاق لجميع حواسنا وإصرار على أن نبقى عميانا وضالين. الجنون هو أن تأمل بنتائج جديدة دون فعل أشياء جديدة، والشيء الجديد اللي احنا بحاجته اليوم انك تسامح وتنسى.